ايه ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الجزء الرابع في حكاية أخينا. والحقيقة إن الجزء ده فيه شوية أسئلة كتير أوي. اوكي. ابتداء من إنه هل هو إحنا لما نغضب ونعبر عن غضبنا ده بشكل كبير وعنيف، خلينا نقول مثلا بنتقم من اللي عمل فيا حاجة، سموه حتى طار، سموه زي ما تسموه يعني. شفت ازاي؟ هل ده بيريحك؟ ده سؤال م- مهم في قصة أخينا. لأن هو كان إحنا هنبتدي بالسؤال ده يعني. هو كان عصبي جدًا، جدًا، وكان عصبيته دي كتير كانت بتغلّطه. يمكن أنا قُلت لكم إن هو في ال لو نرجع بس حتّة صغيّرة كده، لو تفتكروا كان عنده محل المكرونة في آخر فترات، وفي الوقت ده كان هو خَطَب. وأنا هاحكي لكم قصة خطوبته دي بس نخلّص الجزء ده. آآ لمّا جه الراجل بتاع محل المكرونة وما رضيش يجدد له العقد، هو اتنرفز جامد جدًا. خدوا بالكم كان واخد المحل ده عبارة عن آآ تقريبًا طوب أحمر، أوكي، وهو ابتدى يعمله من الأول، وقعد فيه كتير، قعد فيه يمكن تقريبًا 6 سنين مثلًا أو 7 سنين، ما بين الإنترنت وما بين المحل المكرونة. لمّا الراجل ما رضيش يجدد وابتدى يضرب في الأسعار عشان يبوّظ الموضوع، وهو طبعًا بعت له حد و2 يتكلم معاه، ففهم إن هو خلاص هو الراجل مش عايز يجدد والراجل طمعان في المحل. من كتر غيظه راح جاب أجنة، مش عارف، شاكوش كبير كده، أوكي، وقام داخل المحل وقام قفل عليه الباب. المحل بقى كان معمول إزاي من جوّه؟ كان عبارة عن اللي هو بيسموهم الhigh tables دول، الhigh table كلّه داير ما يدور المحل بس كانت رخام. وبحكم إن هو مطعم فكان سيراميك من فوق لتحت ومش عارف مكان فيه رخام بتاع طبخ وما أعرفش إيه وبتاع. هل تتخيلوا إن هو قعد بتاع حوالي 7 ساعات جوّه المحل ماسك الأجنة دي بيكسّر المحل سيراميكا، سيراميكا وطوبة، طوبة، لغاية ما جابه على الأرض كلّه. وهو كل اللي في دماغه حاجة واحدة بس: طب أنت عايز تاخد المحل عشان تعمله زي ما أنا كنت عامله، أنا مش هاعمل لك كده وهادّيه لك زي ما أنا استلمته. كسّر المحل ومشي. الحقيقة إن هو فضل متغاظ برضه، يعني هو في الآخر هو ما ارتاحش، هو ما ارتاحش. عرفت إزاي؟ هو فضل من جوّاه حاسس إن هو تعبه راح. ويمكن اللي صبّره على على النقطة دي، ودي يمكن تكون من رحمة ربنا عليه، ماشي، إن هو كان خاطب في الوقت ده، ماشي، فكان عنده motive. يعني هو سبحان الله كان دايمًا ربنا بيدّي له motive في حياته، ماشي، عشان يكمّل. آآ وهنا كان في فكرة هو في دماغه عن الخطوبة، إن هو لمّا ييجي يتجوّز هو محتاج. ده كان فكره يعني، أوكي، نعترض أو نختلف مش ده الموضوع، بس أهي فكرة وبنحطها في دماغنا. آآ إن هو محتاج بنت يكون الأب ليه دور في حياتها. هو كان مقتنع بالموضوع ده جدًا، تمام. ولمّا لقى البنت دي وكان عايز يخطبها، هو كان في عِز فَلَسه، يعني كان مُفلِس تمامًا. كان محل المكرونة موجود بس هو كان مُفلِس، وهي جارته في الأساس فهو عارفها كويس. و فلحظة كده آآ كانت هي هتتخطب، فهو اتجنن، فهو عايزها.
وراح صلى صلاة استخارة وقام رايح لمامتها. تصدقوا يا جماعة هو ما كانش معاه حتى فلوس الدبلة، ماشي، وقام رايح وقال لو ربنا كاتب خير في البنت دي هتيجي، وراح، ومامتها وافقت وقالت لباباها وباباها وافق. آه، والناس دي وقفت معاه جامد جدا، جامد جدا يعني في بدايته. آه، كان المبدأ زي ما قلت لك ان هو كان عايز آه، بنت تكون فاهمة قيمة الراجل في حياة الأسرة، في تكوين الأطفال وخلافه، ماشي. ومن هنا هو خطبها، ودي كانت يمكن سبب من الأسباب إن هو قدر يتجاوز موضوع المحلات ده وينقل على مرحلة جديدة من حياته، ماشي. والمرحلة الجديدة من حياته بقى خدوا بالكم بقى إيه، عايزكم بقى تبتدوا بقى تاخدوا بالكم من اللي جاي ده، لأن اللي جاي ده هيفهمكم نقطة مهمة جدا. هو وده كان سؤال مهم في حياته وفي حياة ناس كتير على فكرة بالمناسبة. هو أنا لو تعبت جامد جدا وبذلت مجهود جامد جدا في حتة معينة، هل لازم أنجح فيها؟ ولا ممكن يكون التعب ده ما هو إلا إعداد لمراحل تانية في حياته. آه، ابتدى، وهنا بس إيه يعني نقطة خدوا بالكم منها، إن هو لما ابتدى شغل أصلا ابتدى شغل في شركة كده بتاع تكنيكال سبورت، كان بيعمل تكنيكال سبورت الإنترنت ومش عارف إيه، وكان لسه محل مكرونة مفتوح، تمام. آه، وابتدى يشتغل هناك في الشركة التكنيكال سبورت دي. وما كانش مقتنع قوي بالشغلانة، بس هي كانت شغلانة بتجيب فلوس، هي بتنفع يعني. لغاية ما المحل اتقفل، لما المحل اتقفل فبقى هو كان بيحتاج نقلة تانية. وهنا ابتدى سؤال تالت يجي في دماغه. طب أنا من أول يوم كان نفسي أشتغل، هو من أول يوم هو نفسه يشتغل ك مش كونتنت كريتور، يعني كان حاجة اسمها كرييتيف رايتر اللي هو بتاع إعلانات، وجرافيك ديزاينر 3D. هو من الأول نفسه يشتغل كده، فقال هو أنا يعني ما ده كان حلمي من الأول، أنا ليه ما اشتغلوش؟ خصوصا إن هو خريج كمبيوتر ساينس فمش هتفرق يعني، بس هو محتاج يذاكر شوية حاجات وهو هيركب. بس هو ما كانش فيه فرصة. لما المحل اتقفل ابتدى إنه يتفرغ بقى، أوكي أنا هشتغل كول سنتر وهبتدي أكتب يبتدي يكتب سكريبتات ويبتدي يحاول يعرضها على شركات الدعاية والإعلان والكلام ده، إلى إن الكارير ده كان مقفول قوي بالنسبة له، صعب قوي دخوله. وأدرك ساعتها إنه أفضل نقطة بالنسبة له إنه يشتغل في شركة، ده كان تفكيره يعني في الكارير ده، ومنها يبتدي يتنقل جوه. المهم هو ساب الشركة في الأولانية بتاعت تكنيكال سبورت دي وراح لشركة أكبر شوية، أوكي. والشركة الأكبر شوية دي كان التايتل بتاعه هو برضه تكنيكال سبورت، بس كان ماسك كمان السيلز، لأن هم كانوا بيبيعوا راوترز وحاجات اكويبمنت بتاعت انترنت ومش عارف إيه. وكانت الدنيا ماشية لطيفة معاه هناك، أوكي. و... وساعتها هو كانت مراته حامل في ابنه الأولاني. آه، بس خدوا بالكم بقى، هنا هو لسه ايه الحلم في دماغه وما راحش، هو دلوقتي متارجت ان هو يفضل يتنقل لغايه ما يقدر يوصل لشركه دعايه واعلان او شركه ميديا برودكشن ويدخل جواها. وابتدى ياخد كورسات اخراج وتصوير وسط شغله، تمام. لغايه ما ربنا يريد واحد صاحبه يكلمه يقول له بقول لك ايه، ده في شركه بتاعت فلان الفلاني، دي شركه برودكشن هاوس وبتعمل مسلسل كرتون دلوقتي،
وهم عايزين اي تي. واكشلي هي الشركه مش يعني مش يعني هي مش جزء الكرتون ده جزء فيها، وهم كانوا عايزين اي تي لجزء الكرتون. يعني هو حس بقى ساعتها ان الشغلانه دي ايه بقى، متفصله عليه. فقام ايه، رايح. راح اشتغل مع التيم ده، والتيم ده كان ليه فضل عليه جامد جدا ان هو يخش الكارير ده بعد كده. والراجل هناك قال له بص انت لازم تاخد كورس 3D ديزايننج، اوكي، جنب الشغل بتاع الاي تي بتاعك، واحنا هنزقك معانا في الشغل واحده واحده لغايه ما انت تقف على رجلك. وقد كان. يعني عشان بس تتخيلوا اليوم اللي هو كان بيعيشه. هو كان شغله عند الكليه الحربيه في مصر الجديده، وهو ساكن في الرمايه. كان يركب حاجه اسمها سي تي اي، اتوبيس سي تي اي كده، بيركبوا من الرمايه الساعه 7 الصبح عشان يوصل عند الكليه الحربيه الساعه تقريبا 9. اوكي. يبتدي شغله على 9 ونص، يطلع من شغله الساعه 6، يروح على المكان بتاع الكورس، مش عارف كان فين، تقريبا في الجيزة ولا ايه، ويقوم رايح على مكان الكورس بتاعه بتاع الفي دي ماكس، كده يروح البيت الساعة 10 11 بالليل. فضل على كده بتاع 4 اشهر 5 اشهر لغاية حتى الناس هناك كانوا مبهورين. يعني هو انت ازاي قدرت تتعلم كل ده بسرعة؟ آه، ده الناس بتاخد سنين عشان تتعلم الكلام ده. آه، كالعادة. آه، ودي برضو نقطة مهمة جدا في تكوين عقلية البني آدم في العموم. هل إحنا ذكائنا واجتهادنا فضل مننا على نفسنا؟ يعني هل هو يرجع يقول أنا نجحت ده بفضل دماغي وعبقريتي، ولا إن ربنا من عليا بفرصة ومن عليا بمجهود ومن عليا بعقلية يقدر يتعلم منها الكلام ده؟ آه، خدوا بالكم إن هو مع الوقت ابتدى يكتشف إنه سبب من أسباب فشل ناس كتيرة جدا هي إحساسها إن هي صاحبة الفضل على نفسها، مش إن ربنا اللي ليك فضل عليك. أنت إزاي؟ وإنك تنسب النجاح اللي أنت فيه لنفسك. ودي كانت نقطة مفصلية جدا عقبال ما هو أدركها على فكرة. وللأسف أنا بشوف ناس كتير جدا بتقع فيها، إنها بتحاول دايما تنسب الشطارة والفهلوة لنفسه. وللأسف مش ده الحقيقة خالص. خالص يعني. أنت يعني لو ربنا وفقك للي أنت بتفكر فيه فده توفيق منه، مش أكتر. ما هوش شطارة منك خالص. أنت يعني حتى الفكرة اللي جت في دماغك هي ربنا أوحى لك بيها. بس ما علينا من النقطة دي يعني. المهم، الراجل اشتغل واتنقل من قسم الاي تي لقسم الكرتون حاجه اسمها ريندر مان يعني. اوكي. وابتدى يشتغل، وشركه جابت شركه، وبقى يشتغل فريلانس، واسمه علي. بقى يعمل حاجه اسمها افلام دوكيومنتري قصيره يعني كده في الجزيره، واسمه نزل على التلفزيون في مسلسلات كرتون، يمكن بتاع 4 مسلسلات في سيزون واحد مثلا. طبعا هو ايه بقى ساعتها، قال لك بس انا كينج اوف كينجز، والعمليه لعبت وحلوت والدنيا بقت زي الفل. وقد كان. هو ابتدى يجيله فلوس، وابتدت الدنيا تبقى لطيفة، وشغلانة بيحبها، وعلى قلبه زي العسل. كانت متعبة جدا ماشي، بس كانت على قلبه زي العسل. تمام. وحلمه وحققه واللي هو عايزه، والشغلانة ابتدت تجيب فلوس، واسمه ابتدى يطلع، والدنيا ممتازة، والشركات تطلبه، لا تعالى ده احنا المسلسل ده عايز يتسلم، لا مش عارف ايه، ده احنا في رمضان مزنوقين. الدنيا لطيفة جدا لغاية رمضان 2010.
وده كان أكتر سيزون نزل في التلفزيون 4 مرات في 4 مسلسلات كرتون في نفس السيزون غير الدوكيومنتري. طبعًا ساعتها قال لك خلاص يعني أنا حطيت رجلي على الطريق وno way إن يحصل يعني فقد أو no way إن يحصل حاجة يعني تبوّظ الدنيا. قامت ثورة 2011 طبعًا ثورة 2011 قعّدت الcareer ده كلّه في البيت. ليه؟ لإن هو كان المسلسلات دي بتُنتج على حساب اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهُم ساعتها وقّفوا الإنتاج وما أعرفش إيه، فكل الشركات دي قعدت في البيت. طبعًا أنا مش عايز أقول لك الصدمة كانت عليها عاملة إزاي. اللي هو طَب إيه بقى، يعني محلات لأسباب سبب ديني أو سبب عشان صاحب الراجل الخبرة اللي كان في المحل مشي وهو ما عندوش خبرة، أو سبب عشان الراجل اللي بيأجّر المحل مش عايز يجدد له، آآ أو إنه الثورة تقوم. طَب يعني الثورة تقوم، طَب يعني ده أنا خلاص بقيت مشهور وبقيت الناس عارفاني وبقيت شُغلانة. بس الcareer نَفْسه وقف. يعني بُص الصدمة، يعني آآ ف جاله فترة عدم اتزان كده اللي هو يا نهار أسود! يعني هل أنت ممكن توصل إن أنت تعمل كل اللي نِفْسك فيه وفجأة يقوم ربنا ساحبه من تحت رجلك في ثانية، برضه عشان أنت ما كنتش لسه مُدرك إن اللي أنت فيه ده بفضل ربنا مش بفضلك ومش بشطارتك خالص، بل بالعكس. هو ابتدى يفهم كمان نقطة تانية مهمة أوي، فرقت معاه في تفكيره بعد كده، إن يمكن إن ربنا سحب الشغل من تحت إيده يمكن ده كان حاجة حلوة ليه، لإنه كان محتاج يتكسر. الأنا اللي جوّاه والغرور اللي جوّاه ماشي، كان محتاج يتقطم سِنّة، كان محتاج يعرف إن الإنسان ما لوش حول ولا قوة، الإنسان ضعيف إنه يفكّر إن هو جامد وبتاع والكلام ده، لا، 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 الإنسان أضعف من كده بكتير، فكان محتاج يهدى على نَفْسه شوية. راح الشغل والأستاذ قاعد في البيت ومراته خلّفت الولد التاني، فبقى عنده ولدين. المرّة الجاية بقى نكمّل بقية المأساة بتاعة أخينا. باي.